جيهان في مسلسل اخواتي قلبت على اخواتها قلبه جامده جدا. ولما صرحوها قالوا لها احنا كنا بنعمل كده علشان نحميكي من الراجل اللي بيضربك ويهينك وبعدك عنا. قالت لهم انتوا مالكم، انا دي كانت حياتي وانا كنت راضيه بيها. وهي دي الحاجه اللي انا جايه اقولها لك. لو انت عندك واحده صاحبتك او قريبتك او حتى اختك انت شايفه ان هي في علاقه سامه جدا مع راجل، بس هي للاسف هي مهووسه بيه، ما تفكريش ان انت تقربي للراجل ده او تتدخلي او تتعاملي معاه بطريقه حاده او اي تصرفات ليها علاقه بعقليه المنقذ، لان ساعتها انت اللي هتحتاجي حد ينقذك من اللي هي هتعمله فيكي. بدل واحده اصلا في علاقه مع واحد سام للدرجه دي متقبله، هل ده معناه ان هي واحده تفكر بطريقه صح؟ هل دي واحده معناها ان معتقداتها صح، مفهومها عن الحب صح؟ انتوا متخيلين كميه المشاكل المخزنه عندها في السبكونشس عشان تدخل في علاقه زي دي؟ بسبب كل الحاجات دي هي واحده متقبله كل ده وشايفه ان هو ده اللي انا مستعده ابقى معاه. تخيلي بقى ان انت جيتي تاخدي منها الحد اللي جاي يعوضها عن كل ده. عارفه ممكن تعمل فيكي ايه؟ هتقلب عليكي وهتقولك انت غيرانه مني وانت مش مبسوطه لي، والعلاقه هتبقى سيئه جدا. علشان كده النوع ده من العلاقات احنا ما بنتدخلش نهائي لغايه لما هم يطلبوا المساعده. وهنا لما انا بقول ان احنا ندعمها، انا ما بقولش ان احنا ندعمهم بمعنى ان هي كل يوم عايزه تيجي تتخانق معاه ويهينها ويخونها وهي تيجي تحكي لي على ده وانا اسمعها، لان ما فيش حد طاقته النفسيه تستحمل ده ابدا. انتوا ولا انتوا معالجين ولا كوتشز ولا مدربين ان انتوا تسمعوا القصص دي. الدعم هنا بيبقى لما الشخص اللي قدامي بيجيله النور اللي بيقول له في حاجه غلط ويلا نغيرها، فساعتها بتقولك انا بفكر انفصل، ادعميها. ساعتها بتقولك انا بفكر ادور على كوتش ولا معالج اشوف معاه القصه دي واحكي له اللي بيحصل لي، ساعتها تدعميها. هنا هيكون شكل الدعم. لكن هتفكري تتدخلي وتاخدي اكشن، احتمال كبير تبقى تصرفاتها حاده جدا تجاهك.